الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، هذه أرق تحيات الوحدة 11 والمخرج أحمد الهن، وتحيات تاني في نص الملعب للنادي المصري. نص الملعب هاني سعيد، مقطوعة من هاني توصل لوائل رياض، وائل رياض وبيلعب العرضية، وفي اللحظة الحاسمة هيثم بيطلع ركنية حلوة حلوة حلوة، وائل رياض عاملها وهيثم فاروق. ادي اللعبة اهي، وادي هيثم قاطع قبل فلافيو رياض لاحمد ابو مسلم، حلوة، عمل الاوفرلاب حلوة وعمل العرضية احلى، وعلى طول اسامة استعجل، اسامة استعجل وجنب القايم وضربة مرمى لصالح النادي المصري. ادي اسامة حسني استعجل فيها شوية، بص اسلام فاضي، ولو بص اسلام فاضي الناحية التانية اتلعبت اهي، وصلت لاسلام، اسلام وبيلعب العرضية، ويا ايمانويل بيطلع ركنية، ايمانويل بيطلع ركنية لصالح النادي الاهلي. وفي لعيب واقع، في لعيب واقع من النادي الاهلي، ان شاء الله يكون سليم. هنشوف الحكم مدي ضربة جزاء، مدي ضربة جزاء. هنشوف أسامة حسني مع ايمانويل، والحكم مدي ضربة جزاء، مدي أحمد عودة ضربة جزاء. هنشوف اللعبة دي تاني لو عدلنا زميل أحمد الهن هنقدر نحكم عليها. أهي اللعبة أهي فعلا، أهي وادي ايمانويل، نشوفها تاني، مكملة نقدر اهي، هنا فيها الشده، هنا بقى فيها الشده لاسامه قبل ما توصل الكره، اهي هنا الشده بتاعت هيثم، ادي الشده بتاعت هيثم فاروق، يدي ضربه جزاء والكره في الهواء احمد عوده، اهي شفناها في الاعاده، واسامه مكمل، هيثم على طول عامل معاه الفاول بعيد عن ايمانويل. شفنا احنا وتابعنا ايمانويل بيطلع برجله كورنر، لكن الكره وهي ملعوبه في على طول الإصابة مع أسامة حسني، هيثم فاروق وأحمد عودة مع اللعبة، ومدي القرار ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 22. ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 22. أدي إيمانويل وأسامة حسني على ضربة الجزاء، هنشوفها تتلعب ازاي. كان لعيب من النادي الأهلي حسام عاشور اتعالج وهينزل، ولا أحمد أبو مسلم، وهنشوف أسامة حسني وإيمانويل، أسامة حسني وإيمانويل، وضربة الجزاء للنادي الأهلي شفناها في الهوا، والله برافو يا عودة، وداخل أسامة وبرافو إيمانويل، بيطلع الكورة على طول وتطلع ضربة ركنية، صادد على طول إيمانويل ضربة الجزاء. التعادل السلبي أعزائي حتى الآن، والدقيقة 23، وضربة جزاء ضايعة من أسامة حسني، اتلعبت قصيرة، سمير كمون تاني، وحلوة تصويبة حلوة وضربة مرمى. عدى كويس وشاط، عاشور الأدهم هو اللي عدى وشاط، ادي عاشور الأدهم عدى وشاط وفوق، وضربة مرمى ولا ضربة ركنية تانية صديقها الحضري كانت، وعبد الله رجب بيلعب ورا، وادي نسبة الاستحواذ 64% للنادي الاهلي، 36% للمصري، واتلعبت على طول، وادي فلافيو لوائل رياض ويلعب الكرة الناحية الثانية، احمد ابو مسلم وتخبط وجول، احمد ابو مسلم وتخبط في مدافع وجول، 1-0 الدقيقة 28. احمد ابو مسلم في الدقيقة 28 يتغير الحال ويتقدم النادي الاهلي بهدف برأس احمد ابو مسلم. لعبت وائل رياض، احمد ابو مسلم لعب بدماغه، خبطت في مدافع من المصري وفي القايم وغيرت اتجاهها، والهدف الاول للنادي الاهلي. هنشوف الكرة دي تاني اهي، ادي كرة وائل رياض، فكر باص، وادي مسلم مشاور له، خبطت في مدافع، لعب، خبطت تاني في اسامة السيد، وخبطت في القايم، والهدف الاول للنادي الاهلي. ادي اللعبة تاني، ادي اللعبة اهي وخبطت وغيرت اتجاهها، والهدف الاول للنادي الاهلي 1-0. ادي اللعبة تاني، خبطت في اسامة السيد مش مقصودة، وهتخبط في القايم، والهدف الاول للنادي الاهلي برأس احمد ابو مسلم. رجب هيلعب رمية التماس، لعب عبد الله رجب طويلة، بيرجع اسلام، حسام عاشور ترجع تاني الرامي، اسلام الشاطر، وبيلعب العرضية اسلام، فلافيو لأسامة، أسامة جول، أسامة جول، حلوة
حاطط وش رجله اليمين في الزاويه البعيده في الدقيقه 41. اسامه حسني الدقيقه 41. الدفاع خاف انه يعمل معاه ضربه جزاء، على طول خد كوره وسجل والهدف الثاني للنادي الاهلي. لكن ذكاء جميل جدا، اسامه حسني حط جسمه، خد كورته بوش رجله، لعبها حلوه في الزاويه البعيده. الهدف الثاني للنادي الاهلي اسامه حسني، امضاء اسامه حسني. حلوه اهي اللعبه. اسلام فلافيو صلح، ادي اسامه حط الراجل وبوش رجله. حلوه يا جماعه، حلوه. ادي اللعبه، فلافيو حط الراجل في ظهره ووش رجله على طول في الجول، و2-0. عبد الله رجب بيلعب الكره الطويله، ورايه وصفاره وتسلل على فلافيو. تسلل على فلافيو، اتلعبت من هيثم لعبد الله رجب، وعبد الله رجب اتضغط عليه، اتقطعت. اسامه حسني، واسامه حسني لوائل رياض وشايط كره ضعيفه تطلع وتبقى ضربه مرمى. استلم لكن اتاخر في التصويب، اتلحق ومشى. وائل رياض هيلعب الفاول لصالح النادي الاهلي، وبنلعب في الدقيقه الوقت بدل الضايع، قربت تنتهي، ووائل بيلعب كره طويله وعاليه وخبطت في راس حسام وقلشت، وايمانويل بيحولها لركنيه. في منتهى الخطوره الكره اللي فاتت، كان ممكن يبقى جول جميل جدا اهي. وادي على طول ايمان. 3 جنب اللعبه، مين اللي هيلعب هنشوف. وحسام لاعب فوق وضربه مرمى. حسام لاعب فوق، ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. ادي حسام حسن كابتن النادي المصري في هذا اللقاء. لعيبه مخل لعاشور، عاشور الادم وشايط حلوه، والحضري صادد، ولسه الكره في اللعب، والحضري بالبوكس تاني. في منتهى الخطوره الكره دي، صادد على برتين، توصل لحسام عاشور، يطلع حسام عاشور، وعلى طول الحكم بيصفر لان في لعيب من النادي الاهلي واقع، ان شاء الله يكون سليم. لعيب من النادي الاهلي واقع، وعلى طول اهي اللعبه بتاعت عاشور، تصويبه عاشور الادم اهي، والصد وانذار فعلا للاعب النادي المصري. انذار للاعب النادي المصري هاني سعيد، انذار. هنشوف الحكم ادى تحت الفرصه في اللعبه، لكن بستنى على الانذار اداه. اللعبه اللي فاتت هنشوفها، وفعلا انذار لهاني شوقي. التغيير الثالث للنادي الاهلي، بيستعد للنزول، واتلعبت على طول الكوره، وتاني محمد بركات، ادي بركات وبرافو يا ايمانويل. وفلافيو عايز يلعبها مباشره وتطلع. بقول لحضراتكم بيهرب زئبقي، لعيب زئبقي بيهرب في لحظه من اي مدافع ليه. ادي محمد بركات كان يقدر يجيب، وايمانويل بينقذ. محمد شوقي التغيير الثالث للنادي الاهلي. ادي فلافيو في الكره اللي فاتت، هيخرج حسام عاشور وهينزل محمد شوقي. ادي لعبه بركات، وادي صدت ايمانويل. حسام عاشور التغيير الثالث للنادي الاهلي، وهينزل محمد شوقي. دخلنا على اخر مخادعه اهم ما فيها عنصر المفاجاه. تاني كره مع النادي الاهلي، اسلام يلعب تاني وباصتين توصل لفلافيو، وفلافيو بيلعبها عرضيه قصيره وبيطلع على طول دفاع المصري رمي التماس. كرة برجله اليسرى خادعة اهي على طول، اهي في العارضة. تاني كرة ملعوبة، اسلام بدل ضايع، توصل لأسامة رجب. ادي 3 دقايق اداهم فعلا. حسن على طول بيلعب، توصل لمحمد ابو تريكة من فلافيو شوقي، وبرافو يا ايمانويل. تاني حسن مصطفى بيستلم لكن تتقطع، توصل لسيد العتباني، ورا على طول لأسامة السيد بيلعب لأحمد حافظ، اتلعبت لإسلام الشاطر. اسلام ماشي، اسلام مع حسام حسن بيلعب العرضيه، تتقطع، ترجع تاني لعبد الله رجب. وعبد الله بيلعب باص طولي، قاطع احمد السيد. على ساعتنا الوقت الاصلي